السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبطال الشهادة الإعدادية حبايب قلبي، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم مستر عبد الرحمن. إن شاء الله النهاردة هنكمل اللي بدأناه، إن شاء الله هنبدأ الدرس الثالث ويلا بينا. إحنا اتفقنا يا شباب إن إحنا في الدرس الأول عندنا حاجة اسمها السرعة، وقلنا إن السرعة بتساوي المسافة على الزمن، وخدنا مسائل كتير على السرعة وعملنا المثلث بتاعنا. طيب يا مستر خدنا ايه كمان؟ خدنا السرعه المتوسطه، وقلنا ان السرعه المتوسطه بتساوي المسافه الكليه على الزمن الكلي. ايه كمان؟ خدنا كمان السرعه النسبيه، وقلنا هي سرعه جسم بالنسبه لمراقب ساكن او متحرك، وقلنا لو ساكن السرعه النسبيه بتساوي الفعليه، ولو متحرك في حركتين في نفس الاتجاه او في عكس الاتجاه. لو في نفس الاتجاه بنطرح السرعتين فبنجيب السرعه النسبيه بتبقى اقل من الفعليه. لو في عكس الاتجاه بنجيب السرعه النسبيه بتبقى اكبر من الفعليه. النهارده ان شاء الله هنبدا في الدرس الثالث، وعندي حاجه اسمها الكميات الفيزيائيه القياسيه والكميات الفيزيائيه المتجهه. يا مستر اتفقنا ان علماء الفيزياء بيهتموا بوصف وتفسير الظواهر الفيزيائيه، وذلك بالتعامل مع كميات فيزيائيه. يعني ايه يا مستر كميات فيزيائيه؟ زي المسافه والزمن والسرعه والعجله. يعني لو انا عايز اوصف ظاهره حصلت قدامي، العربيه مثلا كانت واقفه عند السكون زي ما خدنا الدرس الثاني العجله، وطلعت مشيت عند 50، عايز اعرف هي ماشيه بسرعه او بعجله قد ايه، ببتدي اجيبها من القوانين او من الكميات الفيزيائيه اللي انا هتعامل معاها، اللي هي المسافه والزمن والسرعه والعجله وكل الكلام ده اسمهم كميات فيزيائيه. طيب يا مستر بنجيب منهم ايه؟ قال لي والله بنعمل منهم علاقات رياضيه، زي السرعه عين بتساوي ف على ز، دي اسمها علاقه رياضيه. وبنحدد وحده قياس مميزه لكل منهما، زي ما اتفقنا ان عين المسافه بالمتر، ودي بالثانيه يبقى متر على الثانيه، او المسافه بالكيلو، ودي بالساعه يبقى كيلو متر على الساعه. طب يا مستر العجله بتساوي عين 2 اللي هي السرعه النهائيه ناقص عين 1 على ز، لو جينا نجيب لها وحده قياس هيبقى متر على الثانيه تربيع زي ما خدنا المره اللي فاتت. طيب الكميات الفيزيائيه دي في منها انواع، في منها نوعين، في منها كميات فيزيائيه قياسيه وكميات فيزيائيه متجهه. يبقى عندنا نوعين من الكميات الفيزيائيه، كميات فيزيائيه قياسيه وكميات فيزيائيه متجهه. طب ايه هي القياسيه وايه هي المتجهه؟ يلا بينا. الكميه القياسيه هي كميه فيزيائيه يكفي لتحديدها معرفه مقدارها فقط. انا عايز اعرف الرقم بس. يعني جيت قلت لك انت وزنك قد ايه؟ قلت لي 80 كيلو بس، يبقى دي اسمها كميه فيزيائيه قياسيه. ما دام الاجابه بتاعتك انا فهمت، يبقى دي اسمها كميه فيزيائيه قياسيه. طب يا مستر ايه الكميه الفيزيائيه المتجهه؟ قال لي هي كميه فيزيائيه عشان اعرفها لازم مقدارها واتجاهها. زي سرعه الرياح. سرعه الرياح زي ما خدته في الدراسات ان في رياح بتيجي من كل الاتجاهات اللي هم شمال جنوب شرق غرب. طب يا مستر سرعه الرياح لازم اقول لك سرعتها كذا في اتجاه كذا، لازم، ما ينفعش اقول لك سرعتها بس، لازم اعرف الاتجاه بتاعها كمان. يبقى سرعه الرياح اسمها كميه فيزيائيه متجهه، وهناخدها اسمها سرعه متجهه. طب الكميه القياسيه قال دي عايز اعرف مقدارها فقط، المتجهه مقدارها واتجاهها. طيب تعالى يا مستر نبص على الكميات القياسيه. عندي يا مستر الطول والمسافه، دول بيتقاسوا بالمتر، ودي كميه فيزيائيه قياسيه يكفي لمعرفتها مقدارها فقط. الزمن بالثانيه، الكتله بالكيلوجرام، السرعه القياسيه بالمتر على الثانيه. السرعه القياسيه اللي هي السرعه بتاعتنا اللي هي ف على عين ف على ز، تمام، اللي هي متر على الثانيه. المساحه والكثافه كل دول اسمهم كميات فيزيائيه قياسيه. الله ينور عليك. طب الكميات بقى المتجهه، قال لي والله يا مستر المتجهه زي الازاحه، والازاحه هي المسافه بس محتاجه اتجاه. طيب السرعه المتجهه اللي هي سرعه الرياح اللي احنا لسه قايلين عليها. العجله احنا محتاجين فيها اتجاه، وهناخد النهارده مسائل ونعرف. القوه محتاج القوه انا اثرت بيها في اتجاه ايه عشان اعرف الجسم هيتحرك ازاي.
يبقى يا مستر كده احنا عرفنا ان انا عندي كميات فيزيائيه قياسيه وكميات فيزيائيه متجهه. تعال نعرف ما معنى ان، السؤال ده مشهور وبيجي في الامتحانات كتير. الزمن كميه فيزيائيه قياسيه. يعني ايه الزمن كميه فيزيائيه قياسيه؟ اقول له يعني الزمن يكفي لمعرفته مقداره فقط. محتاج اعرف الساعه كام؟ والله مشي في 6 ساعات، بس مش محتاج اعرف في انهي اتجاه. طيب القوه متجهه، قال دي يلزم لتحديدها مقدارها واتجاهها، يعني محتاجه المقدار والاتجاه مع بعض. طيب ايه الفرق بقى بين الكميات الفيزيائيه المتشابهه؟ في كتير من الكميات الفيزيائيه الاثنين متشابهين، بس في اختلاف كبير في مفهومها، زي المسافه والازاحه والسرعه القياسيه والسرعه المتجهه. الاثنين دول يا مستر يبانوا ان هم شبه بعض قوي، بس الاثنين مختلفين عن بعض. والسرعه القياسيه والمتجهه نفس الكلام. نبدا باولا المسافه والازاحه. عايز اعرف الفرق ما بين المسافه والفرق ما بين الازاحه. ايه الفرق بين المسافه والازاحه؟ تعال نبص على الشكل ده. بيقول لي ايه؟ تلميذ هيبدا الحركه من عند المنزل، خلاص، من النقطه A حتى يصل الى المدرسه النقطه C. يبقى هيمشي من A يروح لC، وهو معدي هيمر بالسوبر ماركت اللي هي النقطه B. يبقى هو يا مستر هيمشي كده كده. يبقى هو هيمشي من البيت للسوبر ماركت ومن السوبر ماركت للايه؟ للمدرسه. دي اسمها ايه؟ اسمها مسافه. ايه هي المسافه؟ هو المسار اللي هو مشيه فعلا. هو مشي فعلا ازاي؟ قال لي هو مشي من البيت راح لغايه السوبر ماركت، ومن السوبر ماركت راح للمدرسه. اهو دي اسمها مسافه. طب الازاحه؟ قال الازاحه هي اقصر نقطه ما بين البيت وما بين السوبر ماركت. تعالى كده نبص، ما بين قصدي المدرسه، ادي المنزل اقصر خط اهو ما بين نقطة البداية ونقطة النهاية. يبقى الإزاحة هي أقصر خط بين المنزل اللي هو نقطة البداية ونقطة النهاية اللي هي المدرسة. تمام كده؟ طب المسافة هي المسار الفعلي اللي هو مشيه، اللي هو من المنزل للسوبر ماركت، اللي هو من A ل B ومن B ل C. ده اسمه المسافة. الإزاحة هي أقصر خط ما بين نقطة البداية ونقطة النهاية. طيب يا مستر تعالى كده نبص، هو مشي من المنزل لغايه السوبر ماركت 40 متر. حلو كده؟ حلو. ومشي من السوبر ماركت لغايه المدرسه 30 متر. يبقى هو مشي كام؟ 70 متر، ودي اسمها المسافه. ودي اسمها المسافه. يبقى المسافه هي المسار الفعلي اللي هو مشيه فعلا، الذي قطعه التلميذ من موضع البدايه لموضع الايه؟ النهايه. يبقى هو بدأ هنا وراح لغايه المدرسه مرورا بالنقطه دي. دي اسمها المسافة، الحاجة اللي هو فعلا مشيها. طيب ودي كمية قياسية. يعني ايه قياسية؟ يعني يلزم لمعرفتها مقدارها فقط. تعالى كده نبص، هي المسافة هي طول المسار الفعلي الذي يسلكه الجسم المتحرك من موضع بداية الحركة إلى موضع نهاية الحركة. طب يا مستر تعالى كده نبص للإزاحة. قال لي والله الإزاحة من عند المنزل لغاية المدرسة أقصر خط مستقيم بين نقطة البداية ونقطة النهاية، دي اسمها الإزاحة. يبقى الفرق بين المسافة والإزاحة إن المسافة هي فعلا الحتة اللي أنا مشيتها. طب والإزاحة الحتة اللي أنا أو أقصر حتة أقدر أمشيها، دي اسمها الإزاحة، أو أقصر خط ما بين نقطة البداية ونقطة النهاية. طب يا مستر تعالى كده، هو بيقول الإزاحة من هنا لهنا 50 متر. يبقى 50 متر ده اسمها إزاحة. ليه؟ لأن دي أقصر خط بين نقطة البداية ونقطة النهاية، والتلميذ ما مشيش أصلا. التلميذ مشي كده، ما مشيش كده، يعني مشيش من المدرسة للبيت على طول، لا هو مشي من البيت للسوبر ماركت ومن السوبر ماركت للمدرسة. هنا هو مشي من البيت للمدرسة على طول، هو ما مشيهاش، بس دي اسمها الإزاحة، أقصر خط ما بين نقطة البداية ونقطة النهاية. ودايما الازاحه كميه متجهه. يعني ايه كميه متجهه؟ يعني يلزم لمعرفتها مقدارها واتجاهها. تمام، الله ينور عليك. قال لي والله التلميذ مشي من A ل C من غير ما يمر على النقطه B. اهو التلميذ اصبح على بعد AC من النقطه A، اي على 50 متر. طب انا عايز اعرف هو مشي 50 متر ايه؟ شمال ولا شرق ولا غرب؟ هو يا مستر والله احنا بنعمل
الاتجاهات بتاعتنا عند نقطة البداية. فوق هنا شمال، تحت جنوب، يمين شرق، شمال غرب. خلاص؟ يبقى فوق اهو شمال، تحت جنوب، يمين شرق، شمال غرب. حلو. هو مشي فين؟ قال لي والله هو مشي الحتة دي. حلو. يعني شمال شرقي. يبقى يا مستر الاتجاهات بتاعتنا بنحطها عند نقطة البداية. هنا شمال، وهنا جنوب، وهنا شرق، وهنا غرب. حلو. لو مشي لفوق كده شمال جنوب شرق غرب. طب افرض مشي من الحتت اللي في النص دي، يعني مشي كده او مشي كده او مشي كده او مشي كده. واحده واحده. هو مشي هنا ما بين مين ومين؟ ما بين الشمال والشرق، يبقى نقول شمال شرقي. حلو. يبقى لو مشي من الحته دي زي هنا كده نقول ايه؟ شمال شرقي. حلو جميل. طب هنا هو مشي ما بين الشمال والغرب، يبقى شمال غربي. طب تحت كده جنوب وشرقي، يبقى جنوب شرقي. كده جنوب غربي. تعالى هنا كده هو مشي ايه؟ شمال وشرقي، يبقى شمال شرقي اهو. على بعد 50 متر شمال شرق. شمال شرق الموضع. وتسمى كمية متجهة، عشان كده بقول ايه؟ 50 متر في اتجاه شمال شرقي. تمام؟ حلو. يبقى الازاحة هي المسافة المقطوعة في اتجاه ثابت او اتجاه واحد من موضع البداية لموضع النهاية. يبقى يا مستر لو انا مشيت في اتجاه ثابت يبقى دي ازاحة. المسار الفعلي اللي انا بمشيه دي المسافة. او الازاحة او مقدار الازاحة هي طول اقصر خط مستقيم بين موضع البداية وموضع النهاية. يبقى اقصر خط ما بين البداية والنهاية اسمه الازاحة. المسار الفعلي اللي بيقطعه او يسلكه الجسم من البداية للنهاية دي المسافة، والمسافة قياسية، يعني يلزم لمعرفتها معرفة مقدارها فقط. والازاحة متجهة، يعني محتاج مقدار واتجاه، زي ما جبنا مقدار واتجاه دلوقتي. خلاص؟ تمام. ما معنى أن المسافة التي قطعها جسم تساوي 5 متر؟ أي طول المسار الفعلي الذي سلكه الجسم المتحرك من موضع البداية لموضع النهاية يساوي 5. يبقى بسهولة كده المسافة والإزاحة مختلفين. ليه يا مستر؟ لأن المسافة مالها؟ جدع، كمية قياسية. أما الإزاحة كمية متجهة. الاثنين اسمهم كمية فيزيائية. دي كمية فيزيائية قياسية ودي كمية فيزيائية متجهة. يعني ايه قياسية؟ يعني محتاج مقدارها فقط. طب ايه هي المسافة؟ هي طول المسار الفعلي اللي انا مشيته فعلا، اللي الجسم حركه فعلا. طب الازاحة هو اقصر خط، او هو حركة في اتجاه واحد، انا اتحرك في اتجاه واحد. خلاص؟ او اقصر خط بين نقطة البداية ونقطة النهاية، دي اسمها الازاحة. تمام كده؟ طيب الازاحة كمية متجهة. يعني ايه متجهة؟ يعني محتاج منك مقدار ومحتاج منك اتجاه. احدد الاتجاه ازاي؟ قلنا يا مستر بنرسم الاتجاهات بتاعتنا عند نقطة، الله ينور عليك، عند نقطة البداية. تعالى كده يا مستر نفهم. ازاحة جسم تساوي 10، اي ان المسافة المقطوعة في اتجاه ثابت. الاتجاه الثابت ايه؟ قال لي شرقا، اي ان المسافة المقطوعة في اتجاه الشرق بتساوي 10 متر من موضع البداية لموضع النهاية. علل المسافة كمية فيزيائية قياسية. ليه المسافة قياسية؟ لأنه يلزم لمعرفتها تحديد مقدارها فقط. والإزاحة متجهة لأنه يلزم لتحديدها معرفة مقدارها واتجاهها. طب تعالى يا مستر نبص على ملاحظات عشان نحل مسائل المسافة والإزاحة والموضوع يبقى سهل بالنسبة لنا. بصوا يا شباب، لو الجسم اتحرك في خط مستقيم واتجاه ثابت، يعني الجسم اتحرك من النقطة أ راح للنقطة ب. خلاص؟ يبقى هو الجسم كان عند النقطة أ راح عند النقطة ب. تمام؟ طيب أجيب المسافة والإزاحة إزاي؟ قال لي والله يا مستر إن المسافة بتساوي الحركة من أ ل ب. دي المسافة. حلو. طب والإزاحة؟ قال لي برضو الإزاحة بتساوي الحركة من أ ل ب، بس أقول الاتجاه. أقول الاتجاه إزاي؟ تعالى يا مستر نعمل عند نقطة البداية أهو. هو مشي كده. كده يعني غرب. يبقى الفه متجهة،
اللي هي الازاحه يعني بتساوي الالف للب في اتجاه. يعني مثلا انا مشيت من الالف للب في 30 متر، يبقى المسافه كام؟ تمام 30. طب والازاحه 30 بس في اتجاه الغرب، يبقى المسافه 30 والازاحه 30. امتى؟ يبقى المسافه تساوي الازاحه امتى؟ لما الجسم يمشي خط مستقيم وفي اتجاه ثابت. انا ممكن امشي في خط مستقيم كده، كل ده مستقيمات، بس ما دام انا في اتجاه ثابت يبقى المسافه بتساوي الازاحه. مشيت خط مستقيم بس يبقى المسافه بتساوي الازاحه، بس المسافه مثلا 30 يبقى الازاحه 30 متر، واعرف هو مشي ناحيه ايه. اروح عند خط نقطه البدايه وارسم الاتجاهات بتاعتي كده غرب. تمام؟ نكمل. طب يا مستر افرض راح من الف لب وراح رجع من ب لج، انا عايز اعرف اجيب المسافه والازاحه ازاي. قال لي والله المسافه هي طول المسار الفعلي. هو مشي منين؟ مشي من الف لغايه ب وبعد كده رجع من ب لج، يبقى نشوف مشي من الف لب كام ورجع من ب لج كام، وكل دي المسافه. يعني انا مشيت من الف لب 50 متر، رجعت 20، يبقى انا مشيت كام؟ مشيت 50 ورجعت 20، يبقى المسافه 70. طب الازاحه، هي الازاحه ايه؟ قال الازاحه ما بين نقطه البدايه لغايه نقطه النهايه بس. يبقى انا عايز الخط اللي ما بين نقطه البدايه ونقطه النهايه. فين نقطه البدايه؟ الالف. وفين نقطه النهايه؟ الجيم. يبقى دي الازاحه، انما المسافه ان هو راح كده ورجع كده. يبقى المسافه بتساوي الف ب كلها زائد الحته اللي هو رجعها. مشي 50 من الف ب رجع 20، يبقى مشي 70. حلو. طب والازاحه؟ الازاحه بتساوي الف ج بس، الحته دي بس. ليه؟ لان الازاحه هي اقصر خط مستقيم بين نقطه البدايه ونقطه النهايه. انا ماليش دعوه هو مشي قد ايه، انا عايز اعرف اقصر خط ما بين البدايه والنهايه. فهمت؟ حلو. نكمل. طب يا مستر افرض راح جه متعامدين كده، يعني هو مشي من الف لغايه ب ووصل لمين؟ لج. مشي كده الف ب ج. دي اسمها ايه؟ جدعه، اسمها المسافه. صح كده؟ اسمها الايه؟ المسافه. طب يا مستر من الف لب مثلا مشي 3 متر ومن ب لج مشي 3 كمان، يبقى المسافه كلها كام؟ 3. جميل. طب الازاحه؟ قال لي والله الازاحه من نقطه البدايه لنقطه النهايه. اقصر خط ما بين نقطه البدايه لنقطه الايه؟ النهايه، اللي احنا نروح عاملينها ايه؟ مثلث كده. يبقى دي اسمها الازاحه، وكده كده دي المسافه. يبقى المسافه هي المسار الفعلي اللي هو مشيه، الجسم حقيقي مشيه. طب والازاحه هي اقصر خط ما بين نقطه البدايه ونقطه النهايه. طب يا مستر دلوقتي انا عايز اعرف الاتجاه. قال لي والله هنيجي عند نقطه البدايه نرسم الاتجاهات بتاعتنا. هو مشي ازاي؟ مشي كده جنوب غربي، يبقى في اتجاه الجنوب الغربي. جنوب تحت ما بين الجنوب والغرب، يبقى اتجاه جنوب غربي. حلو. طب يبقى المسافه الف ب زائد ب ج، يبقى 3 زائد 3، يبقى المسافه كلها ب6. طب والازاحه؟ قال لي والله يا مستر ده مثلث قائم. مثلث قائم، واحنا خدنا ان في يا مستر ده اسمه الوتر، وبنجيبه من مساله فيثاغورس خدناها في الرياضه. صح كده؟ طيب كانت ايه؟ قال لي والله كان جذر ده تربيع زائد ده تربيع. اهو جذر الف ب تربيع زائد ب ج تربيع. يبقى نعمل على الاله جذر، نفتح قوس الف ب مثلا 3 تربيع زائد 3 تربيع ونشوف هيطلع كام. يبقى اللي يطلع ده هي دي الازاحه. الازاحه ما ينفعش اقول مقدار بس، لازم اقول اتجاه. لازم اقول اتجاه. الاتجاه يا مستر هنعمل الاتجاهات بتاعتنا عند نقطه البدايه واشوف هو نزل لتحت كده جنوب وكده غرب، يبقى جنوب غربي. سهل. طيب نكمل. افرض يا مستر ما جاليش مثلث، جالي مربع. هو قال لي مشي من الف لب ومن ب لج ومن ج لد، يبقى هو مشي كده كده كده. حلو. يبقى دي مين؟ يا حبيبي ركز. يبقى دي مين؟ جدع، المسافة. يبقى دي اللي هو مشيها فعلا اسمها المسافة.
حلو. طب يا مستر الازاحه قال هي اقصر خط ما بين نقطه البدايه لنقطه النهايه، اهي الخط ده. مبدئيا كده تعالى قبل ما نجيب الازاحه نحدد الاتجاه. مشي في اتجاه الايه؟ الجنوب. سهل خلاص، عرفنا بنحدد الاتجاه ازاي؟ جميل. يبقى يا مستر ألف عايز المسافة بقى، مشي من هنا مثلا ل 3 متر، ودي 3 متر، ودي 4 متر، أو دي 3 متر لأن ده مربع. حلو. يبقى يا مستر المسافة هي ده زائد ده زائد ده. دي المسافة، يبقى أ ب زائد ب ج زائد ج د. حلو. طب والإزاحة؟ قال الإزاحة الحتة دي بس. الإزاحة الحتة دي بس. خلاص؟ وطبعا المربع كلهم متساويين. اللي هي أ د بس في اتجاه طبعا الجنوب زي ما احنا كده. طيب. قال لي لو اتحرك في أكتر من نقطة ثم عاد إلى نقطة البداية، واحدة واحدة. هو قال لي إيه؟ قال لي والله هو مشي من أ لب وليكن 10 متر. خلاص عشان مش كل مثال نقول إيه 3. وبعد كده رجع من ب لأ برضه نفس ال 10 متر، يبقى المسافة قد إيه؟ تمام 20. طب والإزاحة؟ تعالى كده نجيبها من على الرسم. مش الإزاحة نقطة البداية بنوصلها لنقطة النهاية؟ حلو. نقطة البداية كانت مين؟ أ. حلو. هو راح ورجع عند أ، وصل يلا نقطة البداية بنقطة النهاية. مفيش، يبقى الإزاحة بصفر. يبقى لو عاد إلى نقطة البداية يبقى الإزاحة بصفر. طب تعالى نبص على مثلث أهو. مشي من أ لب ومن ب لج وبعد كده رجع من ج لأ، رجع لنقطة البداية، يبقى الإزاحة بتساوي صفر. مشي من أ لب ومن ب لج ومن ج لد ورجع لأ، يبقى الإزاحة بصفر. طالما عاد إلى نقطة البداية يبقى الإزاحة بتساوي صفر. يبقى يا مستر زي ما احنا قلنا لو مشي في خط مستقيم وفي اتجاه ثابت الإزاحة بتساوي المسافة، بس الإزاحة محتاج لها اتجاه. طب لو مشي من أ لب ورجع من ب لج، المسافة من أ لب ومن ب لج. ده كله هنجمعها، دي المسافة. طب والإزاحة؟ من نقطة البداية لنقطة النهاية بس، من أ لج. طب لو اتجاهين متعامدين أجيبها من فيثاغورس، اللي هي جذر الأول تربيع زائد جذر زائد الثاني تربيع. لو مشي في 3 اتجاهات متعامدة يبقى المسافة هنجمع ال3 دول والإزاحة هتبقى الخط ده بس ونجيب الاتجاه. طيب لو راح ورجع في نفس نقطة البداية اللي هو بدأ منها يبقى الإزاحة بصفر. خلاص؟ طيب نفس الكلام لو راح ورجع لنقطة البداية يبقى الإزاحة بصفر والمسافة هتساوي ده كله. إمتى الإزاحة تساوي المسافة؟ لما الجسم يتحرك في اتجاه واحد وفي خط مستقيم. يبقى لو أنا اتحركت في اتجاه واحد وفي خط مستقيم الإزاحة تساوي المسافة، بس طبعا الإزاحة متجهة محتاج لها اتجاه. حلو. إمتى تكون الإزاحة أقل من المسافة؟ لما الجسم يتحرك في مسار منحني أو عدة اتجاهات. إمتى الإزاحة التي يحدثها جسمين مختلفين تتساوى؟ لما يكون لهما نفس مقدار الإزاحة ويتحركان في نفس الاتجاه. الجسمين مشوا نفس المقدار وبيتحركوا في الايه؟ في نفس الاتجاه، يبقى الإزاحة تتساوى فيه. امتى تكون الإزاحة الحادثة لجسم متحرك مساوية للصفر؟ لما يعود إلى نقطة البداية، ودي مهمة قوي عشان بتيجي في الامتحانات، بتيجي مع السرعة النسبية. لما يجي يقول لي امتى الإزاحة تكون بصفر؟ أقول له عندما يتحرك الجسم ثم يعود إلى نقطة البداية، يتحرك من أ ويعود لأ. حلو. طب السرعة النسبية عشان نراجع عليها بسرعة. السرعة النسبية امتى تبقى أكبر من الفعلية؟ لما نمشي في عكس الاتجاه. امتى تبقى أقل؟ لما نمشي في نفس الاتجاه. طب امتى السرعة النسبية تبقى ضعف الفعلية؟ لما امشي في عكس الاتجاه وبنفس السرعة. طيب امتى السرعة النسبية تساوي صفر؟ لما امشي في نفس الاتجاه وبنفس السرعة. وهتلاقي على طول راح خابط لك السؤال ده، الإزاحة امتى تساوي صفر؟ أقول له لما يعود إلى نقطة البداية، عندما يتحرك الجسم ثم يعود إلى نقطة البداية. تعال نشوف مثال واحدة واحدة كده، نبص ونفسر المثال
ونحل بالراحه، ما تستعجلش في اي حاجه. بدأ جسم حركته من النقطه أ. الجسم بدأ يتحرك من النقطه أ، جميل جدا، متجها الى النقطه ج مرورا بالنقطه ب. احسب المسافه التي قطعها الجسم واحسب الازاحه واحده واحده. هو مشي من أ لج وعدى ب، يبقى الازاحه المسافه ولا ايه؟ من أ لب ومن ب لج، هنجمعهم الاثنين مع بعض. تعالى كده نبص، هو جايبهم لي في المثلث ده اللي هو عمل. تعالى نبص واحده واحده. هو مشي من أ لب 40 متر، ومشي من ب لج 30 متر، يبقى مشي من أ لب 40 ومن ب لج 30، 40 و30 70. يبقى انا كده جبت المسافه، يبقى المسافه بتاعتي هتطلع كام؟ 70 متر. طب يا مستر هو مش ده مثلث قائم اهو؟ حلو، ده اسمه ايه؟ ده اسمه الوتر. بجيبه منين؟ بجيبه من فيثاغورس. ده تربيع زائد ده تربيع، يبقى 40 تربيع زائد 30 تربيع هيدينا 50 متر. اسكت؟ لا، دي ازاحه، انا عايز اتجاه. تعالى عند نقطه البدايه اهو، نعمل الاتجاهات بتاعتنا. هو يا مستر الازاحه فين؟ قال لي والله الازاحه من نقطه البدايه لنقطه النهايه، من أ لج. دي الازاحه، المسافه من أ لب ومن ب لج. حلو، دي الحته اللي هو مشيها فعلا، اللي هو قال لي اهو في المساله، قال لي هو بدا حركته من أ راح لج ومر ب، يبقى دي المسافه لانه دي الحاجه اللي مشيها فعلا. طب اللي ما مشيهاش فين؟ قال لي من أ لج، اقصر خط. طيب هو مشي كده يا مستر شرق وكده جنوب، يبقى في الاتجاه الجنوب الشرقي. سهل. تمام؟ عيدها تاني، نعيد تاني واحدة واحدة. المسافة يا مستر هو المسار الفعلي اللي هو اتحركه فعلا. هو اتحرك من أ لب ومن ب لج. من أ لب اتحرك قد إيه؟ قال لي والله يا مستر ده مشي 30 متر، ومن ب لج مشي 40 متر أو العكس. هنجمعهم هنجيب المسافة اللي هي 70 متر. طب والازاحه؟ قال لي هنجيبها من فيثاغورس. طب ليه هنا استخدمت فيثاغورس؟ لان ده مثلث قائم، فهجيب منه القانون. القانون بتاعه بيقول لي ايه؟ بيقول لي جذر الاول تربيع زائد جذر الثاني تربيع، او جذر الاول تربيع زائد الثاني تربيع، هتدخل له تحت الجذر. هيدينا 50 متر، وانا بجيب ازاحه. الازاحه كميه جدع متجهه يعني محتاج اتجاه. خلاص فاهم معايا؟ طيب نركز بقى كده في ملاحظات تاني. لو الجسم مشي في مسار دائري، الجسم مشي في مسار ايه؟ دائري. ركز بقى كده يا حبيب قلبي عشان ايه؟ نفهم واحده واحده. قال لي والله يا مستر اذا تحرك الجسم دوره كامله، يعني مشي من أ لب ومن ب لج ومن ج لد، وبعد كده رجع من د لأ. ايه ده؟ هو مش بدأ عند أ ورجع عند أ؟ الازاحه، الحمد لله على السلامه، الازاحه بصفر. الله ينور عليك. طب والمسافه؟ قال لي والله المسافه بتساوي محيط الدايره اللي هي 2 ط نق، وط ب 22 على 7 او 3.14 من 100، اي حاجه من الاثنين، بس خلينا ماشيين ب 22 على 7. ونق اللي هي نصف القطر، اللي هي الحته دي. يا دي يا دي يا دي يا دي اسمها نصف القطر، ده اسمه القطر كله. يبقى لو انا همشي ده كله يبقى اسمه القطر كله، امشي الحته دي لغايه نص الدايره يبقى نصف القطر. طبعا الازاحه بصفر ليه؟ لانه بدا عند أ ورجع لف، خد دوره كامله ورجع عند مين؟ عند أ. طب يا مستر لو مشي 3/4 دوره، يعني مشي من أ لب ومن ب لج ومن ج لد وما رجعش تاني، كده في ازاحه. حلو. المسافه بتساوي ايه؟ قال لي 3/4 في محيط الدايره، مش المسافه بتساوي محيط الدايره؟ طب هو مشي 3/4 بس، يبقى 3/4 في محيط الدايره اللي هو 3 على 4 في 2 نق ط نق، وط كده كده عارفينها مقدار ثابت اللي هي 22 على 7 اللي هي الباي، والنق اللي هو نصف القطر، واكيد هو يبقى مديني نصف القطر اهو يا مستر. مشي. طب اقصر خط منين؟ قال لي هو نقطه البدايه عند الالف ونقطه النهايه عند الدال، هنعمل له خط كده. يبقى دي الازاحه. حلو جميل. ونبتدي احنا نعمل لها مثلث من أ للمركز ومن المركز للدال عشان نعرف الازاحه هتطلع بكام. طبعا ده مثلث قائم، الازاحه هتطلع جذر الاول تربيع زائد جذر الثاني تربيع، او الاثنين تحت الجذر.
الاول تربيع زائد الثاني تربيع تحت الجذر الاثنين. يبقى ده لو مشي ايه؟ 3/4 دوره. طب يا مستر لو مشي نص دوره، يعني مشي من ا ل ب ومن ب ل ج بس، اعمل ايه؟ قال لي هنضرب النص. لو هجيب المسافه هضرب النص في محيط الدايره اللي هو نص في 2 طهنق. حلو جميل. طب الازاحه، قال لي والله يا مستر الازاحه هتبقى قطر الدايره. يعني ايه؟ هنشوف دلوقتي في المسائل. هو هيجي في المساله يقول لي نصف القطر بكذا. طيب هو بيقول لي ان دي المسافه صح؟ طب والازاحه؟ قال لي الازاحه من نقطه البدايه لنقطه النهايه. طب يا مستر هنجيب ازاي؟ اهو الاتجاه، مشي في الاتجاه الغرب اهو، كده شرق كده غرب، يبقى شمال فوق جنوب تحت يمين شرق شمال غرب. طب تعالى نبص لو مشي ربع دوره بس، لو مشي من ا ل ب، لو مشي من ا ل ب يبقى هو كده مشي يا مستر ربع دوره. اجيب مقدار الازاحه ازاي؟ قال لي هنوصل نقطه البدايه بنقطه النهايه. تمام؟ حلو. اهو هنضرب ربع في محيط الدايره عشان اجيب المسافه. جدع. طب والازاحه؟ قال لي والله هنضرب ا م تربيع زائد م ب تربيع كله تحت الجذر، وده قانون فيثاغورس. طب انا عايز اعرف هو مشي ايه؟ تعالى نعمل عند نقطه البدايه اهي، شمال غرب، يبقى شمال غربي اهي، اتجاه الشمال الايه؟ الغربي. سهله؟ تعال نشوف مسائل. الشكل المقابل يمثل حركه سياره على مسار دائري نصف قطره 10. يبقى انا عرفت ان النق هنا معايا بتساوي 10 متر. حلو. من النقطة أ إلى النقطة د مرورا بالنقطتين ب و ج، فإذا علمت أن محيط الدايرة 2 طهنق، ده اللي إحنا عارفينه، وط هو مديها لي ب 3 و14 أو 22 على 7، هي نفس الحسابات. احسب المسافة واحسب الإزاحة. تعالى كده نعرف هو مشي إزاي. قال لي والله يا مستر هو مشي من النقطة أ للنقطة ب، وبعد كده عدى على النقطة ج، وبعد كده عدى على النقطة د. حلو جميل. المسافة اجيبها ازاي؟ قال لي والله المسافة بتساوي 2 طهنق. 2 طهنق. 2 في 22 على 7 او 3 و14% زي ما هو مديها لي، في نصف القطر اللي هو كام؟ 10 متر. دي يا مستر محيط الدايرة. كده انا جبت محيط الدايرة. طب المسافة هو مشي قد ايه؟ قال لي والله هو مشي ربع، بعد كده مشي القطر، بعد كده مشي ربع. الرسمه دي هو رسمها لي خلاص. يبقى هو هنا مشي ربع محيط الدايره، بعد كده مشي القطر كله، بعد كده مشي ربع اهو. مش احنا قلنا هنا اهو دي ربع اهو، هو مشي هنا ربعين والقطر. طيب نضرب ربع في محيط الدايره اللي احنا جبناه. حلو. زائد القطر. القطر احنا عندنا نصف القطر ب10، القطر كله ب20، يبقى نضرب 2 في 10، 2 في 10 اللي هي ب20. طيب زائد الربع الباقي ده في محيط الدايره اهو، هنحسبه مع الاله يطلع لنا 51.4 متر. دي المسافه. طب الازاحه؟ قال لي والله الازاحه بين نقطه البدايه ونقطه النهايه، يبقى اثر خط بين نقطه البدايه ونقطه النهايه اللي هو القطر ده، اللي هو نصف القطر ده ب10، القطر كله ب20. يبقى احنا كده جبنا الازاحه والمسافه. طب انا عايز اعرف الازاحه في اتجاه ايه؟ الجنوب، يبقى 20 متر في اتجاه الجنوب. تاني عارف تاني. يبقى بيقول لي في الشكل المقابل تحرك جسم من النقطه ا للنقطه ب، من النقطه ب لج، ومن ج لد. يبقى هو مشي من ا لب، ومن ب لج، ومن ج لد، وهو اللي راسم لي الرسم. حلو ركز بقى معايا. مشي من ا لب يا مستر، دي اسمها ربع دوره، ومن من ج لد دي ربع دوره، وده اسمه القطر. اول حاجه اعملها خالص اجيب محيط الدايره كله. محيط الدايره 2 طهنق او 2 بينق، اللي هي 2 في 3.14 او 2 في 22 على 7. لو عملت 22 على 7 على الاله
هتلاقيه طلع لك 3.14 في 10 اللي هو نصف القطر. حلو، انا كده جبت ايه؟ محيط الدايره. طب تعال نجيب المسافه. هو مش هنا ربع دوره وهنا ربع دوره وهنا القطر. مبدئيا كده نصف القطر ب 10 يبقى القطر كله ب 20. يبقى انا كده معايا اول حاجه، اول مسافه امشيها اللي هو 20. ربع الدوره هضرب ربع في محيط الدايره. حلو كده؟ ماشي، يبقى ربع في محيط الدايره زائد ال 20 اللي هو القطر زائد ربع في محيط الدايره. اللي هو محيط الدايره اهو هنضرب ربع في 62.8 زائد القطر كله ب 20 زائد ربع تاني لان هو مش ربع تاني اهو في محيط الدايره، هيطلع لنا ب 51.4 متر. جميل. تعال نكمل. طب الازاحه؟ قال لي والله الازاحه من نقطه البدايه لنقطه النهايه. اعمل خط كده، اقصر خط على طول من نقطه البدايه للنهايه. تمام؟ اقصر خط يا مستر. قال لي ده طلع قطر، ما ده اسمه قطر وده اسمه قطر. القطر بكام؟ قال لي نصف القطر والله ومديهولي ب 10، القطر كله ب 20. يبقى المسافه من الف لد 20 متر. 20 متر واسكت؟ لا، اجيب الاتجاه. الاتجاه ازاي؟ ارسم الاتجاهات بتاعتي وتحت جنوب، يبقى في اتجاه الجنوب. كده عرفنا الفرق بين المسافه والازاحه. هنحل عليها كتير ما تقلقش، هنحل والله. نيجي بقى يا مستر للسرعه القياسيه والسرعه المتجهه. عايز اعرف الفرق بين السرعه القياسيه والفرق بين السرعه المتجهه. هندرس الشكل اللي جاي ده، والذي يعبر عن حركه جسم من موضع البدايه A، يبقى هو اتحرك من النقطه A الى D، اتحرك من نقطه A ل D مرورا ب B و C، يبقى هو اتحرك كده. وطبعا دي الازاحه زي ما احنا عارفين من نقطه البدايه لنقطه النهايه. طب يا مستر ادي مشي من A ل B 30 متر في 20 ثانيه. 30 متر حلو. ومشي من B ل C 60 ومن C ل D 30، يبقى 30 زائد 60 زائد 30 هيدينا 120، ودي المسافه اللي هو مشيها فعلا. طيب واحده واحده يا مستر، هو مش ده مستطيل؟ مش في المستطيل في قاعده في الرياضه، هنشتغل رياضه بقى خليك معايا، ان كل مستقيمين متوازيين متساويين الاثنين اللي قدام بعض متساويين، نفس الكلام اهو. دي 30 دي بقت ب 30، دي 60 يبقى دي 60. خلاص، ده عشان مستطيل. طيب هنا عايز اجيب بقى الازاحه من A ل D، يبقى لو مربع كل اضلاعه متساويه، كل اضلاعه متساويه. طب لو مستطيل الاثنين اللي قدام بعض متساويين والطول متساوي والعرض متساوي. يا مستر الخط ده اللي هو من A ل D اللي فوق ده ب 60، يبقى ده هيبقى ب 60. 60 واسكت؟ لا، 60 ومحتاج اتجاه. هنجيب الاتجاه اهو، في اتجاه اليمين يبقى الشرق. وقال لي الزمن الكلي، والله هو مشي هنا 30 ثانيه وهنا 20 ثانيه وهنا 10 ثواني، يبقى 30 و20 و10 60 ثانيه. يبقى انا كده جبت الزمن وجبت المسافه الكليه وجبت الازاحه. تمام؟ حلو. طبعا انا ما بحسبش الازاحه دي وانا بجيب المسافه، ماليش دعوه بيها، انا عايز الحته اللي هو مشيها فعلا، اللي قال ان هو مشيها. مشي منين؟ قال لي مشي من A ل D، مر ب A B C وراح واصل ل D. ماليش دعوه بقى الازاحه، ما احسبهاش مع المسافه، يعني ما اجمعش الازاحه بجنب المسافه. اجيب المسافه اللي هو مشيه بس، الحته اللي هو مشيها بس. يعني هو مشي من A ل B ومن B ل C ومن C ل D، دي الحته اللي انا اجيبها. طب والازاحه؟ النقطه الناقصه، او من نقطه البدايه اقصر خط من نقطه البدايه لنقطه النهايه عشان اجيب الازاحه. وطبعا الازاحه محتاجه اتجاه اللي هي لانها كميه متجهه. تعالى كده يا مستر نبص على السرعه القياسيه والسرعه المتجهه. السرعه القياسيه بتساوي المسافه على الزمن، اللي هي هتبقى 120 على 60 ثانيه. طب والسرعه المتجهه؟ قال لي بتساوي الازاحه على الزمن، لانها متجهه فمحتاجه ازاحه. يبقى السرعه القياسيه بتساوي المسافه الكليه على الزمن الكلي، المسافه اللي هو مشيها كلها على الزمن 120 على 60 اللي هي بتساوي 2 متر على الثانيه. تمام كده؟ دي السرعه القياسيه اللي هي مش محتاجه اتجاه. طب والسرعه المتجهه بتساوي الازاحه على الزمن. الازاحه ب 60 اهي، والزمن ب 60، يبقى 60 على 60 فيها الواحد متر على الثانيه. وما اسكتش، لا، لان دي سرعه متجهه احط لها اتجاه. طب اتجاهها هيبقى ايه؟ نفس اتجاه الازاحه. يبقى السرعه المتجهه هي نفس اتجاه الازاحه.
سهله؟ حلو. يبقى يا مستر السرعه المتجهه هتاخد نفس اتجاه الازاحه، اتجاه الازاحه هنا كان شرق، اتجاه السرعه المتجهه هنا هيبقى ايه؟ شرق. يبقى هي السرعه القياسيه هي المسافه المقطوعه في وحده الزمن، السرعه بتاعتنا العاديه او المعدل الزمني للتغير في المسافه. طب ايه هي السرعه المتجهه؟ هنشيل المسافه ونحط الازاحه. يبقى هي الازاحه الحادثه في وحده الزمن او المعدل الزمني للتغير في الازاحه. يبقى بدل ما اقول المسافه المقطوعه خلال وحده الزمن هقول الازاحه الحادثه خلال وحده الزمن. تمام؟ حلو. تعالى يا مستر نكمل. امتى السرعه المتجهه تساوي السرعه القياسيه؟ نفس الكلام في المسافه والازاحه. امتى المسافه تساوي الازاحه؟ لما اتحرك في خط مستقيم واتجاه ثابت. نفس الكلام هنا. امتى السرعه المتجهه تساوي السرعه القياسيه؟ لما اتحرك في اتجاه واحد وفي خط ايه؟ مستقيم. يبقى السؤال ده يا مستر مهم جدا في اكمل. بيقول لي ايه؟ السرعه المتجهه مع الازاحه بيتفقوا في ايه وبيختلفوا في ايه؟ قال لي والله احنا لسه قايلين ان الاتجاه بتاع الازاحه هو الاتجاه بتاع السرعه الايه؟ المتجهه. يبقى يا مستر السرعه المتجهه والازاحه يتفقوا في ايه؟ قال لي بيتفقوا في الاتجاه ويختلفوا في وحده القياس. الازاحه بتتقاس بالمتر لانها مسافه اصلا، والسرعه المتجهه بتتقاس بالمتر على الثانيه. يبقى بيتفقوا في الاتجاه وبيختلفوا في وحده القياس. اسرع حيوان في البريه هو الفهد او الشيتا، ده اسرع الحيوانات في البريه، حيث تبلغ سرعته او اقصى سرعه ليه 27 متر في الثانيه، يبقى كل ثانيه بيجري 27 متر. تعالى بقى نبص على المثال ده. قال لي قطع متسابق 50 متر شمالا خلال 30 ثانيه، ثم 100 متر شرقا خلال 60 ثانيه، ثم 50 متر جنوبا خلال 10 ثواني، ثم عاد الى نقطه البدايه خلال 40 ثانيه. عاد الى نقطه ايه؟ البدايه. ايوه كده، يبقى الازاحه بصفر من غير ما اتكلم. ليه يا مستر؟ لانه عاد الى نقطه البدايه، اول ما يعود الى نقطه البدايه يبقى الازاحه بصفر. طيب هو قال لي مشي ازاي؟ قال لي والله مشي 50 متر شمالا. تعالى نرسمها. شمالا يعني لفوق، ادي 50 متر. حلو. ثم 100 متر شرقا. 100 متر شرقا يعني ناحيه اليمين اهي. ثم 50 متر جنوبا اهو. ثم عاد الى نقطه البدايه اهو. يبقى يا مستر المسافه كام؟ واحده واحده. بص يا سيدي، هو مشي شمالا دي 50 متر. حلو. وبعد كده شرقا مشي 100 متر. وبعد كده جنوبا مشي 50 متر. عرفت ان ده على طول ايه؟ مستطيل، لان يعني دول شبه بعض، يبقى اللي تحت دي 100 متر. سهله كده؟ حلو. نجمع بقى كل دول عشان اجيب المسافه. ادي 200 300، يبقى المسافه بتساوي كام؟ 300 متر. طب والزمن؟ قال لي والله هو مشي 30 زائد 60 ادي 90، وادي 10 دي 100، وادي 40 يبقى 140. يبقى انا اللي معايا المسافه 300 والزمن 140. اجيب السرعه بتساوي 300 على ال 140 هيطلع لنا دي السرعه القياسيه، اللي هي السرعه اللي انا مش محتاج فيها اتجاه. وطبعا قلنا الازاحه بكام؟ عاد الى نقطه البدايه خلال 40 ثانيه. هو عاد اهو، عاد الى نقطه البدايه، يبقى الازاحه بصفر. يبقى الازاحه على طول بصفر. يبقى السرعه المتجهه بتساوي الازاحه على الزمن، صفر على اي حاجه بصفر. يبقى السرعه المتجهه بصفر لما الازاحه بصفر. يبقى لو الازاحه بصفر السرعه المتجهه بصفر. يبقى اكمل زي ما قلنا، تتفق السرعه المتجهه مع الازاحه في ايه وبيختلفوا في ايه؟ والله بيتفقوا في الاتجاه وبيختلفوا في وحده القياس. والسؤال ده والله مهم عشان بيجي في الامتحانات. تعالى يا مستر نشوف حل مسائل السرعه القياسيه والمتجهه من الشكل البياني. تعالى كده نبدا بالشكل البياني. هو بدا عايز شكل بياني ما بين الازاحه وطبعا ما بين الزمن. وطبعا الزمن دايما افقي والازاحه راسي. هو بدا هنا من الصفر وفضل ماشي 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 لغايه ما وصل عند ازاحه 1200. تمام؟ بعد كده وقف، وبعد كده مشي من 1200
نزل لغايه 400. اول حاجه ان الدراجه تحركت بسرعه منتظمه مبتعده عن موضع بدء الحركه. في المرحله الثانيه الدراجه توقفت اهي، لو عمل كده واقف عند نفس الازاحه والزمن عمال يمر، يبقى ده ايه؟ جسم ساكن. وبعد كده اتحرك بسرعه منتظمه باتجاه موضع بدء الحركه، لانه بزياده الزمن قلت المسافه بين الدراجه وموضع بدء الحركه. يمكن تمثيل مسار حركه هذه الدراجه كما هو موضح. اهو يا مستر، هو مشي من 0 لغايه 1200. المسافه التي قطعها خلال 1600 ثانيه لغايه ال 1600 ده بس. ايه هي؟ قال لي والله ادي 1200، وبعد كده وصل من 1200 نزل 400. تاني واحده واحده. بص يا شباب، هو مشي اهو من 0 لغايه 1200. حلو كده؟ جميل. بعد كده وقف، وبعد كده مشي من 1200 ل 400. يعني مشي كام؟ نطرح 1200 ناقص 400 عشان اشوف هو مشي كام بالظبط. طيب يبقى 1200 اللي هو مشيهم زائد مشي من 1200 نزل لغايه 400، اطرحهم من بعض واجمع اللي هيطلع لي 2000 متر. تمام؟ طيب يبقى احنا يا مستر دي هتطلع 800 صح؟ يبقى هو مشي من 1200 اهو نزل لغايه 400، يبقى هو مشي كام؟ 800 متر. يبقى المسافه كلها كام؟ من 1200 ل 800، 2000 متر. طيب الازاحه اللي احدثتها الدراجه خلال 1600 ثانيه من موضع البدايه لموضع النهايه اللي هو من 0 ل 400 صح كده؟ يبقى هو مشي من 0 او 400 ناقص 0 هيدينا 400 متر، يبقى الازاحه 400 متر والمسافه 2000. يبقى يا مستر المسافه الحته اللي هو مشيها كلها هو مشي من 0 ل 1200، حلو؟ وبعد كده مشي من 1200 ل 400، يبقى هو مشي دي 800 ودي 1200، يبقى المسافه كام؟ 2000. حلو. طب الازاحه قال هو مشي من الصفر بعد كده وقف عند 400، يبقى 400 ناقص صفر هيدينا 400، يبقى دي الازاحه. خلاص؟ سهل؟ حلو. تعال نبص على مثال زي ده. الشكل البياني المقابل يمثل حركه جسم من النقطه أ إلى النقطه س مرورا بالنقطه ب. يبقى هو الجسم اتحرك من النقطه A النقطه B لغايه ما وصل للنقطه C. احسب السرعه القياسيه للجسم ومقدار السرعه المتجهه. السرعه القياسيه يعني عايز المسافه والزمن، والسرعه المتجهه يعني عايز الازاحه والزمن. هو هنا العلاقه ما بين الازاحه والزمن. تعالى كده نعرف المسافه. والله يا مستر هو مشي من 0 لغايه 60، يبقى كده مشي 60 متر، دي المسافه. وبعد كده مشي من 60 لغايه ما وصل ل 20، 60 ناقص 20 يبقى مشي 40، 40 و60 هيدينا 100 متر. ها؟ تاني، يبقى هو مشي من A ل B 60 متر، جميل. وبعد كده رجع من 60 متر مشي لغايه 20 بس، من 60 ل 20 كام؟ 40، يبقى مشي 60 و40 يبقى 100 متر، دي المسافه. طب والزمن؟ قال لي والله هو اخره وقف عند ال10، يبقى 100 على 10 بيساوي 10 متر على الثانيه، ودي السرعه القياسيه. طب الازاحه؟ هو مشي من 0 لغايه 20، يبقى الازاحه اقصر خط من نقطه البدايه لنقطه النهايه اللي هو كام؟ 20 متر، يبقى دي الازاحه. يبقى 20 والزمن كده كده ثابت اللي هو ال10 هيدينا 2 متر على الثانيه، وده السرعه المتجهه. تمام؟ تمام. أهمية السرعة المتجهة للرياح بالنسبة للرحلات الجوية. قال لي والله حركة الرياح يا مستر بتنشأ من اختلاف الضغط الجوي للهواء في المناطق المختلفة فوق سطح الأرض. يبقى الرياح أصلا بتتحرك بسبب اختلاف الضغط الجوي على المناطق المختلفة على سطح الأرض. وحركة دوران الأرض حول محورها، الأرض بتدور من الغرب للشرق، دي بتأثر في اتجاه الرياح، وده بيأثر في السرعة المتجهة للطائرات. عشان كده الطيار اللي طالع لازم يراعي اتجاه الرياح. ليه؟ لأن لو اتجاه الرياح معاه هيزقه، يعني هيبقى ماشي معاه، الرحلة هتبقى أسرع وهيستهلك وقود أقل. لو الرياح عكسه،
الرحلة هتبقى أطول وهيستهلك وقود أكبر. يبقى المسار التالي يوضح رحلة طائرة تقطع مسافة ثابتة بين المدينتين س وص. يبقى الشكل التالي يوضح مسار رحلة طائرة تقطع مسافة ثابتة بين المدينتين س وص. حلو. ذهابا وإيابا. لو الرياح في نفس الاتجاه هيحصل إيه؟ قال لي سرعتها هتزيد ويقل زمن الرحلة وبالتالي كمية الوقود تقل. يبقى لو الرياح معايا في نفس اتجاه الطيارة هزود السرعة، هيقل زمن الرحلة ويقل البنزين اللي أنا هستخدمه أو الوقود اللي أنا هستخدمه. طب لو عكسي، لو الرياح عكس بقى الطيارة اللي جاية، قال لي والله السرعة هتقل وهيزيد الزمن وهيزيد كمية الوقود اللي أنا محتاجها. يعني لو أنا طلعت بالطيارة من غير ما أحسب اتجاه الرياح لازم هتقابلني مشاكل فوق. لو الرياح عكسي هتقابلني مشاكل، لو الرياح معايا مش هتقابلني مشاكل. يبقى يراعى الطيارون السرعة المتجهة للرياح عند الطيران. ليه؟ لأن اتجاه الرياح يؤثر على سرعة الطائرة وبالتالي على زمن الرحلة وبالتالي على كمية الوقود المستهلك. طب يا مستر، بكده نكون خلصنا الدرس بتاع الكميات الفيزيائية القياسية والكميات الفيزيائية المتجهة، واتفقنا إن أنا عندي فرق ما بين القياسية والمتجهة، إن القياسية محتاج مقدارها فقط، أما المتجهة أنا محتاج مقدارها واتجاهها. طيب خدنا المسافة والإزاحة. المسافة والإزاحة شبه بعض بس مختلفين. الإزاحة محتاجة اتجاه والمسافة مش محتاجة اتجاه، محتاجة مقدار فقط. واتفقنا إن المسافة هو طول المسار الفعلي اللي بيسلكه الجسم من نقطة البداية لنقطة النهاية، الحتة اللي أنا مشيتها فعلا. طيب الإزاحة هو أثر خط ما بين نقطة البداية ونقطة النهاية. السرعة القياسية والمتجهة، السرعة القياسية بتساوي المسافة على الزمن، والسرعة المتجهة بتساوي الإزاحة على الزمن. السرعة المتجهة محتاجة اتجاه، اتجاهها هو نفس اتجاه الإزاحة. السرعة المتجهة بتتفق مع الإزاحة في المقدار وبتختلف في وحدة القياس. أسرع حيوان في البرية هو الشيتا أو الفهد بسرعة 27 متر كل ثانية أو 27 متر على الثانية. طب يا مستر نبدأ كده في اكتب المصطلح العلمي، نبص على الأسئلة هيبقى شكلها عامل ازاي. كمية فيزيائية يكفي لتحديدها تحديدا تاما معرفة مقدارها فقط، يبقى دي كمية ايه؟ قياسية. تمام. كمية فيزيائية لها مقدار وليس لها اتجاه يبقى برضو كمية قياسية مش محتاجة اتجاه. كمية قياسية وحدة قياسها الكيلو جرام، دي الكتلة. صح؟ عشان اقيس كتلتي بقول انا مثلا 100 كيلو، 50 كيلو، 70 كيلو. كميه فيزيائيه يلزم لتحديدها معرفه مقدارها واتجاهها يبقى المتجهه. حلو. كميه فيزيائيه متجهه وحده قياسها متر على الثانيه لكل ثانيه، يبقى دي سرعه. لو قلت سرعه وسكت يبقى غلط، لان هو بيقول لي كميه متجهه يبقى سرعه متجهه، يعني محتاج مقدار واتجاه. طول المسار الفعلي الذي يسلكه الجسم من نقطة البداية لنقطة النهاية دي المسافة، لأن دي الحتة اللي هو مشيها فعلا. المسافة المقطوعة في اتجاه ثابت دي الإزاحة. طيب طول أقصر خط بين موضع البداية وموضع النهاية ده مقدار الإزاحة أو الإزاحة. طيب المسافة الكلية خلال وحدة الزمن دي عارفينها اللي هي السرعة. طب الإزاحة المقطوعة خلال وحدة الزمن دي السرعة المتجهة، يبقى نكتب دي السرعة القياسية ونكتب دي السرعة المتجهة. المعدل الزمني للتغير في الإزاحة إزاحة وزمن، يبقى دي سرعة متجهة. أكمل. العجلة كمية متجهة لأنها محتاجة مقدار واتجاه، بينما الكتلة قياسية. حلو. طول قلم 6 سم، انا كده عرفت خلاص القلم طوله 6 سم، كده انا عرفت يبقى دي كميه قياسيه. حلو. لانه يكفي لتحديدها معرفه مقدارها فقط. ازاحه الجسم خلال فتره زمنيه لا تعتمد على طول حركه المسار فقط بل تعتمد ايضا يا مستر بيقول لي ازاحه الجسم خلال فترة زمنية لا تعتمد على طول المسار فقط ولكن تعتمد على اتجاهه، محتاجة اتجاه برضه.
يعتبر التحرك 25 متر شرقا كمية قياسية كمية فيزيائية متجهة. عندما يتحرك الجسم في خط مستقيم وفي اتجاه واحد تتفق الإزاحة والمسافة في المقدار والاتجاه كمان. تسلق شخص جدارا ارتفاعه 5 متر ثم عاد إلى الأرض مرة أخرى، لأن المسافة المقطوعة هو طلع 5 ونزل 5 يبقى 10، دي المسافة. طبعا الإزاحة عاد مرة أخرى يبقى 0. ليه يا مستر؟ لأنه عاد إلى نقطة البداية. في الشكل المقابل تحرك الشخص من النقطة أ إلى النقطة ب ثم غير اتجاهه إلى النقطة ج، فإن المسافة هو مشي من أ لب قد 4 متر ورجع 4 ل 3 يبقى رجع متر واحد، يبقى المسافة كلها 5. طب الإزاحة قال لي من أ لج بس، من نقطة البداية لنقطة النهاية بس، يبقى 3 متر. يعد نقط أسرع الحيوانات طبعا الفهد أو الشيتا بسرعة 27 متر على الثانية. السرعة المتجهة اللي احنا لسه قايلينها مع الإزاحة، الاتنين دول يا مستر بيتفقوا في إيه؟ جدع، في الاتجاه، وبيختلفوا في وحدة القياس. عندما يكون اتجاه الطيران في نفس اتجاه الرياح ماشية مع الطيارة، بتزيد السرعة وبيقل زمن الرحلة وبيقل الوقود. الكميات القياسية هي مين اللي مش محتاج فيها اتجاه؟ مين هي؟ قال لي نصف القطر والمساحة ولا ايه؟ العجلة أنا محتاج فيها اتجاه. القوة أنا محتاج فيها اتجاه. الإزاحة أنا محتاج فيها اتجاه. فيما يلي 6 كميات فيزيائية ما عدا الكميات المتجهة المؤكدة في هذه القائمة. 6 كميات فيزيائية، عايز عدد الكميات المتجهة. ادي 1 2 3 يبقى 3. لتحديد الطول والكتلة والزمن، الطول والكتلة والزمن الثلاثة أنا محتاج أعرف مقدار فقط. الوقت قد إيه؟ 3 ثواني، خلاص مش عايز حاجة تاني. الكتلة قد إيه أو وزنك قد إيه؟ 30، مش عايز حاجة تاني، 30 كيلو. طولك قد إيه؟ 100 سم مثلا أو متر. يبقى كده أنا فهمت، يبقى دي اسمهم أنا محتاج منهم مقدار فقط، أو المقدار ووحدة القياس فقط. من الكميات الفيزيائية التي يلزم لتحديدها معرفة مقدارها واتجاهها، الاثنين يبقى القوة، يبقى أنا اللي عايز مقدارها واتجاهها هي القوة والعجلة والسرعة المتجهة والإزاحة. قوة، عجلة، سرعة متجهة، إزاحة، الباقي كله قياسي. عندما يتحرك جسم مسافة 20 في خط مستقيم في اتجاه ثابت، يكون إزاحته 20، لأن المسافة بتساوي الإزاحة لو أنا أتحرك في خط مستقيم وفي اتجاه إيه؟ ثابت. عندما يتحرك الجسم في خط مستقيم في اتجاه ثابت، تكون النسبة بين المسافة والمقطوعة ومقدار الإزاحة تساوي الواحد الصحيح، الاثنين هيساووا بعض. في الشكل المقابل بدأ جسم حركته من النقطة أ متجها إلى الجنوب للنقطة ب، ثم اتجه إلى الشرق للنقطة ج، فإن مقدار الإزاحة، قال لي والله هو مشي من أ لب ومن ب لج، كل ده ما يشغلنيش لو هو عايز الإزاحة. أجيب الإزاحة إزاي؟ قال لي يا مستر الإزاحة من نقطة البداية لنقطة النهاية، اللي هي المسار أ ج اللي هو ده، وطبعا الاتجاه أهو جنوب شرق، يبقى جنوب شرق. المسافة، طبعا المسافة هتبقى أ ب زائد ب ج بس، أ ب زائد ب ج. إذا تحرك الشخص 8 متر باتجاه الشمال، يليها 4 متر باتجاه الشرق، ثم يليه 8 متر باتجاه الجنوب، فإن إزاحته تساوي كام متر باتجاه الشرق؟ عايزة تترسم. تحرك باتجاه الشمال أهو، مشي كده 8 متر، حلو، ثم باتجاه الشرق 4 أهو، اتجاه الشرق، بعد كده ثم باتجاه الجنوب 8. عايز الإزاحة دي، حلو، يبقى هو هنا اتحرك 8 وهنا 8، هنا 4، يبقى هنا كام؟ 4، يبقى إزاحته 4. هو بدأ عند النقطة دي أهي اتجاه الشرق، يبقى 4 في اتجاه الشرق. يتحرك عامل حول مخزن مبتدئا من النقطة أ، حلو، حتى العودة إليها مرة أخرى، يعني رجع لنقطة البداية. الإزاحة، الله ينور عليك يا بطل، الإزاحة بإيه؟ ب0. ما مقدار كل من المسافة والإزاحة؟ طبعا هو جايب الإزاحة بيقول لي على الترتيب، الإزاحة تبقى الثانية، يبقى الثانية ب0، يبقى أنا هدور على الثانية ب0. طب تعال نحسب المسافة. هو مشي من أ من A لغاية B
او مش المسافه دي، مش هكتب لي حروف، ادي 50 و120 وادي 50 و120، 120 و120 يبقى 240 وادي 100 يبقى 340، يبقى هي دي. طب ليه ما اخترتش دي؟ لان هو قال لي المسافه الاول وبعد كده الازاحه على الترتيب، يبقى عايز المسافه الاول وبعد كده الازاحه، اللي هو المسافه 340 والازاحه طبعا بصفر لانه عاد الى نقطه البدايه. عندما يكمل جسم متحرك دوره كامله، دوره كامله يعني رجع لنقطه البدايه جدع، يعني الازاحه بصفر. اذا اطلق شخص طلقا ناريا ضرب رصاصه فتحركت بسرعه 600 متر على الثانيه شرقا، تسمى سرعه الطلقه بالسرعه المتجهه. ليه؟ لانه قال لي 600 متر على الثانيه شرقا. السرعه المتجهه بتساوي الازاحه على الزمن الكلي. شادي وهادي سلام يتحركان بنفس مقدار السرعه وفي اتجاهين متضادين. شادي وهادي بيتحركوا في نفس بمقدار السرعه بس في اتجاهين متضادين، لذا فان لهما نفس، بيتحركوا بنفس السرعه ولكن في اتجاهين متضادين، وان لهما نفس السرعه القياسيه. ليه يا مستر ما ينفعش السرعه المتجهه ولا الازاحه؟ لان انا عايز اتجاه، الاثنين بيتحركوا في عكس بعض، يبقى الاثنين ليهم نفس السرعه القياسيه. ما ينفعش اقول ليهم نفس الازاحه لان هنا الازاحه هتختلف، ده اتجاه يبقى في حته وده اتجاه يبقى في حته ثانيه. شادي وهادي برضه يتحركان بنفس مقدار السرعه في اتجاهين متضادين، لذا فان لهما بنفس مقدار السرعه في اتجاه لسه حلنا. صوب الكميه القياسيه يكفي لتحديدها معرفه مقدارها فقط. لتحديد نقط يلزم مقدارها واتجاهها، اي حاجه بقى، الازاحه، السرعه المتجهه، العجله، القوه. يلزم لتحديد الازاحه خاصيتان فقط، هما الازاحه مقدار واتجاه مش زمن. السرعه المنتظمه هي السرعه القياسيه ولكن في اتجاه محدد، لا السرعه المتجهه، عشان كده قال لي في اتجاه السرعه المتجهه يكون في نفس اتجاه الازاحه مش المسافه. تمام. يراعى الطيارون السرعه نقط للرياح، السرعه المتجهه جدع. طيب سيبك بقى، تعال نبص على علل. لا سهل. عايزين نشوف مساله. قال لي والله يا مستر تحرك شخص من نقطه البدايه 12 متر غربا، مش 12 متر غربا، ثم عاد على نفس الطريق 8 متر شرقا. يعني هو مشي مثلا هنقول من النقطه دي كده لغايه هنا، حلو، مشي قد ايه؟ 12 متر، يبقى دي كلها طولها 12 متر، ثم عاد مثلا لغايه هنا 8 متر. احسب المسافه. طبعا المسافه هنحسب كل اللي هو مشي مثلا هنسمي دي الف ودي ج ودي ب، يبقى هو مشي من الف لب 12 ورجع 8، يبقى المسافه كلها 20 متر. احسب مقدار الازاحه واحده واحده. هو مقدار الازاحه من نقطه البدايه لغايه نقطه النهايه، يعني الحته دي بس، 12 ناقص 8 هيدينا كام؟ 4، يبقى الازاحه 4. اقول 4 واسكت؟ لا، لازم اتجاه. اهو نقطه البدايه اهي، ماشي غربا، هو حتى قايل لي، يبقى مع ذكر اتجاهها غرب. تحرك احمد وسعيد من نقطه واحده على طريق مستقيم، فقطع احمد 50 متر في اتجاه الشرق بينما قطع سعيد 50 متر في اتجاه الغرب، ثم عاد سعيد الى نقطه البدايه مره اخرى. المسافه المقطوعه ومقدار الازاحه لكل منهم. هو قال لي ان احمد مشي 50 متر في الشرق وسعيد مشي 50 متر في الغرب، ثم عاد سعيد الى نقطه البدايه، يعني سعيد ده اللي هو مشي 50 متر في الغرب رجع تاني، يبقى 50 و50، يبقى المسافه بتاعت سعيد 100، المسافه بتاعت احمد 50 بس. طب الازاحه بتاعت سعيد جدع صفر لانه عاد الى نقطه البدايه. طب الازاحه بتاعت احمد 50 متر في اتجاه الشرق لانه هو اتحرك في خط مستقيم وفي اتجاه ثابت. طيب ملعب كره على هيئه مستطيل طوله 18 متر وعرضه 3، ما دام طوله 18 وعرضه 3 يبقى العرض بيساوي العرض والطول بيساوي الطول. فما مقدار كل من المسافه والازاحه اللتين يقطعهما لاعب اذا قام بالدوران حول ملعب دوره كامله؟ الازاحه بصفر والمسافه هنجمع 18 و18 و3 و3. في الشكل المقابل بدأ جسم حركته من النقطه أ متجها الى النقطه ج مرورا بالنقطه ب. احسب المسافه. المسافه اهي 40 و30، 40 و30 يبقى المسافه 70.
طبعا 70 متر عشان ما ننساش الوحده. طب الازاحه، قال لي الازاحه من هنا لغايه هنا اللي هو مديها لي ب 50 متر. واسكت؟ لا، حتى لو ما طلبش مني انا لازم اجيب الاتجاه اهو. جنوب شرقي، يبقى جنوب شرقي. المسافة والإزاحة عندما يعود الجسم إلى الموضع ألف. لو رجع للموضع ألف يبقى الإزاحة بكام؟ الله ينور عليك، بصفر. الله ينور عليك أنت. المسافة يا مستر، قال لي والله هنزود ال 50 يبقى هو مشي من 40 و30 70 و50. ادي 90 و30 ادي 120، يبقى المسافه هنا هتبقى 120 متر. تمام كده يا شباب؟ وبكده يا شباب نكون خلصنا الحمد لله الدرس الثالث. ان شاء الله المره اللي جايه هينزل لك المراجعه بتاعت الوحده كلها، هنحل اهم الاسئله على الوحده دي. الوحده الاولى كلها هي اطول وحده عندي، بعد كده الوحدات كلها تبقى درسين ودرس، فالموضوع هيبقى سهل ان شاء الله. اهم حاجه تروح تتفرج على الدرس الاول وواجب الدرس الاول والدرس الثاني، وتتفرج على الدرس الثالث، وبعد كده ان شاء الله هينزل لك مراجعه الوحده كلها. مطلوب منك بس تشترك في القناه عشان ينزل لك كل جديد، والسلام عليكم.